لا داعي للمصافحة، سعيكم مشكور جميعا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا مع تلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه جابر الإمام، القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والموفي بمئة عباد. نقلنا لكم هذا من داخل مخزن الفراشة الكبرى، فراشة المستشار إدارة عبد العزيز عادل أبو رفعت المقيم بدريم. الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية الحديثة لصاحبها الباشمهندس أحمد أبو السبح المقيم بنبروت. وانتظروا التلاوات على قناة دريم مصر إدارة المهندس هاني فراس. الخدمات الفندقية الممتازة إدارة المترو مجد النادي المقيم بدريم.